يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الأفاضل متابعي قناة الجزائر الدولية أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج نبض المونديال الذي يأتيكم يوميا على قناة الجزائر الدولية بمناسبة الطبعة 34 من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار التي انطلقت أمس بحفل بهيج وبسيط. تلته المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو. طبعا المنتخب الإيفواري فاز بثنائية. عدد اليوم سنتحدث فيه أيضا عن برنامج مباريات اليوم في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، بالإضافة إلى آخر استعدادات المنتخب الجزائري. عدد إذن أسعد فيه باستضافة الحارس السابق للمنتخب الجزائري محلل قناة الجزائر الدولية عز الدين دوخة. عز الدين أهلا بك. مساء الخير وسعيد بتواجدي معكم اليوم. ونحن الأسعد عز الدين. إذن البداية تكون بما قدمه المنتخب الإيفواري في المباراة الافتتاحية التي عادة ما تكون عز الدين صعبة بالنظر لضغوطات المباراة الأولى. الجمهور كان يترقب أول ظهور لهذا المنتخب المرشح على الورق للمنافسة على اللقب. أكيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في مباراة أمس، الشيء اللي كان يهمه أكثر هو الفوز بالمباراة، لا أكثر ولا أقل. تخيل أنه المباراة 100 في كأس إفريقيا تزامنت مع المباراة الافتتاحية لهذا المنتخب، فاز ب 2-0. يعني كان حتى يعني العدد الجماهيري، الحضور الجماهيري عفوا، يفوق 50,000 متفرج في هذه المباراة. يعني كان كل يعني الأنظار موجهة لهذه المباراة. فوز مستحق وعن جدارة واستحقاق من كل الجوانب. 2-0 ماهيش مفاجأة بالنسبة لي. فعلا عز الدين، بس نتوقف عند تصريح المدرب الفرنسي لمنتخب كوت ديفوار غاسي بعد المباراة ثم نعود للتحليل. سعداء جدا بهذا الفوز. سنواصل العمل بنفس النسق ومحاولة التركيز على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها. هناك أمور إيجابية في أدائنا. سعداء أننا أدخلنا الفرحة في قلوب الجماهير الحاضرة في الملعب والتي كانت خلف الشاشات. أداؤنا لم يكن في المستوى. نعرف جيدا ما يحدث في مباريات الكان. حصدنا النقاط الثلاث والأمر لن ينتهي هنا. سنواصل العمل في هدوء. إذا مشاهدينا، كانت هذه تصريحات اللاعب فوفانا بالإضافة إلى اللاعب البديل غراديل. نتحدث عن هذا المنتخب الإيفواري عز الدين قبل المنافسة. كما قلنا هو منتخب مرشح. في رأيك ما هي أبرز نقاط القوة التي لمستها في أداء هذا المنتخب؟ والله شوف، منتخب الكوت ديفواري على عادته وطبيعته يلعب دائما ب 4-3-3. قوة حتى المنافس لعب بنفس الخطة بنفس الخطة، لكن المنافس يعني الرواق الأيسر كان هو النقطة الأضعف في أو الحلقة الأضعف في هذا المنتخب. منتخب كوت ديفوار وسط ميدان يعني متمركز جيدا بقيادة فوفانا مسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة. السيطرة محكمة على وسط الميدان، وربع ساعة لعب من الشوط الأول. عرف المنتخب الإيفوار أنه أمامه خصم ما راح يكون عنيد، لأنه كان ضغط عالي جدا من جانب فريق كوت ديفوار. شفنا الرواق الأيسر يعني طول الخط والعرض أنه نقطة ضعف وحلقة أضعف أيضا، فيستحق هذا الفوز. قلنا أنه كيسي وفوفانا أفضل اللاعبين في منتخب كوت ديفوار. هذه قوة المنتخب هذا. على المستوى الخط الأمامي، على ضوء ما قدمه قلب الهجوم اللي سجل الهدف الثاني كراسو، هل تتصور أن يواصل أساسيا أم أنه هالير سيعود إلى التشكيلة الأساسية؟ نعلم بأنه هالير ما هوش يلعب، يعني ناقص منافسة مع بروسيا دورتموند. لا، ولا نظن أنه راح يستمر، خاصة أنه أنظر للهدف اللي سجله أمس. لو خارج من المباراة بصفر هدف ما راح يكون يعني اساسي في المباراه الاخرى، لكن انا اتوقع انه دائما نقول انه في كره القدم الفريق اللي يفوز دائما لا نغير الفريق اللي يفوز. فعلا. طيب نتحدث عن نقاط الضعف الان، لانه منتخب غينيا بيساو عز الدين شاهدنا انه يصل الى مرمى المنتخب الايفواري، يصنع بعض الفرص،
شاهدنا نوع من الثقل على مستوى الخط الدفاعي. كيف تقيم أداء ثنائي المحور وحتى المنظومة الدفاعية ككل للمنتخب الإيفواري؟ أكلمك على المنظومة الدفاعية. الخط الخلفي يعني ما طمأنش حتى المدرب كأنه كان عارف أنه عنده مشكلة في الخط الخلفي. أكثر من ذلك الجهة اليسرى فراغ رهيب تركه الظهير الأيسر. نتكلمك على وسط الميدان، يعني وسط الميدان ما كانش عنده هذيك القوة اللي شفناها في منتخب يقدر ينافس على البطولة. أما الخط الهجومي ففرصتين كانوا يقدروا يرجعوا في النتيجة ويقلصوا الفارق. منتخب غينيا بيساو لسوء الحظ عنده هجوم عقيم. تخيل أنه أمس كانت المباراة الثامنة لغينيا بيساو ما يسجلش فيها في كأس إفريقيا كأكبر نادي من حيث هذه الإحصائيات السلبية. فعلا تقريبا هو الحلقة الأضعف في هذه المنافسة. إذا بشكل عام عز الدين دوخة، هل تتصور بأن المنتخب الإيفواري لا يزال مرشحا على ضوء ما قدمه في مباراة الأمس، أم أنها ليست معيارية بنظر لطبيعة المباراة؟ هي مباراة افتتاحية، مستوى المنافس أيضا. أكيد دائما نقول أن المباراة الافتتاحية الشيء الأهم هو الفوز، لأنه 3 نقاط تعطيك خطوة كبيرة تخطوها للدور الثاني. شفنا منتخب كوت ديفوار يعني ب3 نقاط هذه أو المباريات اللي جاية بعدها راح يكون ينضج أكثر في طريقة لعبه، يتحسن مع مرور المقابلات أكيد، ويبقى من أبرز المرشحين حتى نشوفوا الوجه تاعه اللي يكون في الدور الثمن النهائي. في انتظار ما سيقدمه في باقي الجولات والدور الثمن النهائي في حالة التأهل. طبعا لا بأس نبقى مشاهدين مع المجموعة الأولى. المباراة الثانية لهذه المجموعة الأولى طبعا ستلعب بعد قليل بداية من الساعة 3 بتوقيت الجزائر، الساعة 2 بتوقيت المحلي لكوت ديفوار، بين المنتخب النيجيري وكذلك منتخب غينيا الاستوائية. لا بأس أن نتابع هذا التقرير الخاص ببرنامج مباريات الأحد ثم نعود. لا شك أن المنتخبات الكبرى هي واجهة كل المنافسات، تألقها يرفع المستوى ويعلو بالتنافس. وفي أفريقيا يصعب تخيل كأس القارة منقوصة من مصر، غانا ونيجيريا. في مجموعة صاحب الأرض وفي أولى محطات كان كوت ديفوار تواجه نيجيريا غينيا الاستوائية بقيادة الناخب جوزيه بيسايرو بغية إيقاف فترة الجفاف، فالنسور لم تحلق عاليا منذ كان 2013. يتقدمهم أحسن لاعب أفريقي نجم نابولي فيكتور أوسيمان. يسعى النيجيريون لتخطي عقبة غينيا الاستوائية بسلام وبالتالي الدخول بقوة في المنافسة قبل مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية. ثاني المجموعات أو مجموعة الألقاب 11 تتويجا، 7 منها بتوقيع وحش القارة منتخب مصر. كتيبة روي فيتوريا بطموح أوحد العودة إلى المكانة الحقيقية، التربع على عرش القارة الأفريقية. فبعد غياب اللقب عن خزائن الفراعنة منذ 2010 يعول رفقاء محمد صلاح على خطف اللقب الذي يبدأ طريقه بتخطي أولى العقبات في أولى الجولات أمام منتخب موزمبيق. بقيادة نجم نجوم المنتخب محمد صلاح، الغاية الأولى للمصريين الفوز على موزمبيق في انتظار أسمى الغايات بلوغ آخر الطريق. في ذات المجموعة منتخب غانا الذي نسي طعم كأس أفريقيا طيلة 42 عاما أمام مهمة صعبة لاستعادة بريق البلاك ستارز، بداية بمواجهة منتخب جزر الرأس الأخضر العنيد. كل أمال الغانيين معلقة على نجومها السوداء، يتقدمهم الأخوين آيو لا بديل عن الفوز قبل الاصطدام بالفراعنة في الجولة الثانية. طيب إذن للدخول في أجواء المواجهة بين نيجيريا وغينيا الاستوائية، معنا من قلب الحدث من كوت ديفوار من أبيجان موفد قناة الجزائر الدولية كريم بالعربي. كريم أهلا وسهلا بك. إذا نتصور بأن الأجواء هناك اهتمام بهذه المباراة ما دام أن الأمر يتعلق بمنافسي المنتخب الإيفواري في هذه المجموعة.
اهلا بك خالد وبعز الدين المتواجد معك في البلاطو، ولكل مشاهدي قناه الجزائر الدوليه. اذا المنتخب النيجيري سيلعب امام منتخب غينيا الاستوائيه ضمن المجموعه الاولى. المنتخب النيجيري يسعى الى الذهاب بعيدا في هذه المنافسه والتتويج بهذا اللقب بعد 11 سنه كامله عن اخر لقب ناله امام المنتخب البوركينابي. اذا المنتخب النيجيري على الورق يبدو انه يعني على الورق المنتخب النيجيري احسن من المنتخب الغيني الاستوائي، لكن على ارضيه الميدان كل شيء يختلف. الامس شاهدنا المنتخب الايفواري امام جماهيره وفي ملعبه تلقى صعوبات كبيره رغم فوزه ب2-0، لكن كاد ان يتلقى العديد من الاهداف في العديد من اللقطات من لاعبي المنتخب غينيا بيساو. وهناك ايضا خالد مباراة ضمن المجموعة الثانية ويتعلق الأمر بالمنتخب المصري الساعي إلى إنجاز آخر والتتويج الثامن بهذه المسابقة. سيلاقي منتخب موزمبيق بداية من الساعة 5 بتوقيت كوت ديفوار، ثم بعد ذلك سيلعب المنتخب الغاني آخر مباراة اليوم أمام منتخب جزر الرأس الأخضر في نفس الملعب الذي سيلعب فيه المنتخب المصري، وهو ملعب فيليكس بواني الذي يقع هنا في أبيجون. أما مباراة المنتخب النيجيري أمام غينيا الاستوائية فستلعب في ملعب الحسن وطارة. طيب كريم، ماذا عن الحضور الجماهيري؟ لم أسمعك جيدا كريم، ماذا بخصوص الحضور الجماهيري في هذه المواجهة بين نيجيريا وغينيا الاستوائية؟ أكيد هناك جالية نيجيرية كبيرة هنا في كوت ديفوار، أكيد أنه سيكون هناك جمهور معتبر في هذه المباراة. لن ننتظر امتلاء الملعب عن آخره، لكن سيكون في حضور جماهيري من الطرفين، من طرف غينيا الاستوائية أو حتى المنتخب أو جماهير النيجيرية التي ستكون حاضرة بقوة وستصنع أجواء مثل ما تعودت على صنعه في العديد من الملاعب الإفريقية. هناك أيضا جماهير العربية المصرية المتواجدة ستكون حاضرة في ملعب فيليكس. التقيت بالعديد من الجماهير هنا في أبيجون وأكدت حضورها هذه المباراة في انتظار ربما التحاق جماهير أخرى من مصر والعديد من البلدان في قادم المواعيد وقادم الأدوار من هذه المنافسة والنسخة 34 من كأس إفريقيا. كريم بالعربي، موفد قناة الجزائر الدولية إلى أبيجون بكوت ديفوار، شكرا على كل هذه المعلومات. عز الدين دوخة، طيب نتحدث عن مباراة نيجيريا. هذا المنتخب بعيد نوعا ما عن الأضواء منذ فترة، لم يشارك في المونديال المنصرم. هل تتصور بأنه قادر على العودة بقوة بمناسبة هذه الدورة؟ أكيد أنا أتصور ذلك، خاصة اليوم راح تكون أول مواجهة بين نيجيريا وغينيا الاستوائية في كأس إفريقيا. كانوا قابلوا بعضهم البعض في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010. كان ذهاب وإياب، فازت نيجيريا في كلتا المباراتين. نظن أنه هذه المعطيات كامل إذا قدرنا نقول اليوم أنه مستحيل أنه فريق غينيا الاستوائي يوقف أمام نيجيريا. عنده لاعبين يعني يلعبون في بطولات أوروبية كبيرة، يعني مدرب اللي يعرف الفريق تاعو أكيد راح يدخل بنية الفوز. دائما نقول أنه أول مباراة الاحتمالات نحطوها على جهة فريق نيجيريا رشحه باش يفوز بالمباراة بقيادة صاحب الكرة الذهبية فيكتور أوسيمان. طيب ماذا عن مصر التي تواجه موزمبيق؟ المنتخب المصري عكس المنتخب النيجيري يدخل بقوة في ثوب المرشح، لعب نهائي النسخة المنصرمة. هل تتصور بأن المنتخب المصري سيكون بذات الجودة التي تجعله ربما يصل إلى المبتغى اللي هو طبعا تحقيق اللقب الثامن؟ أتصور ذلك. المنتخب المصري في 10 مباريات الأخيرة تحت قيادة المدرب فيتوريا، خلال نتكلموا فقط على المباريات الأخيرة، حق فيها 8 انتصارات وتعادل 1 وخسارة 1 أيضا. مع المنتخب الجزائري تعادل. مع المنتخب الجزائري طبعا. سجل الفراعنة 23 هدف واستقبل 5 أهداف فقط. هنا إذا يعني نحطوا الفرق والتوازن ما بين الأهداف المسجلة والأهداف اللي تلقاها، نظن أنه هجومه يسجل كثير وما يتلقاش أهداف. ففريق عنده يعني كاريزما وعنده شخصية اللي يلعب بها بطولة منظومة دفاعية صعبة. طيب ماذا عن غانا؟
منذ فترة لم نعد نرى المنتخب الغاني. كريم تحدث في المداخلة، حتى في التقرير شاهدنا أنه المنتخب الغاني في رحلة البحث عن المجد، استعادة المجد، لأنه لم يتوج منذ نسخة 1982 بليبيا. كيف تقيم حظوظ هذا المنتخب؟ تخيل أنه لدى غانا رقم سلبي من حيث المواجهات بنجوم وكذا في آخر 9 مباريات لهذا المنتخب في نهاية كأس إفريقيا، يعني ولا فوز. فهذا حصيلة سلبية جدا، حصيلة سلبية جدا يعني بحجم اسم منتخب مثل غانا. من جانب آخر يعتبر منتخب جزر الرأس الأخضر أيضا يعني بخروج دائما مغلوب في الدور الأول من بطولة إفريقيا. لعب 4 مرات تصفية بطولة كأس إفريقيا، دائما يخرج من الدور الأول. رشح غانا للفوز بالمباراة هذه. طيب، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات الأحد، إذا نتحول مباشرة إلى المباراة التي تهم الجزائريين. طبعا مباراة المنتخب الجزائري يوم غد على الساعة 9 بالتوقيت الجزائري، على الساعة 8 هناك في بواكي بالتوقيت المحلي ضد المنتخب الأنغولي. عز الدين، اليوم المدرب جمال بالماضي والقائد رياض محرز نشطا ندوة صحفية للحديث عن المواجهة. لا بس نتوقف عند هذا التصريح ثم نعود. تتملكنا جميعا رغبة في تقديم بطولة في المستوى. لدينا أيضا رغبة في تأكيد أن ما حدث في الطبعة الماضية كان مجرد تعثر، وهذا ليس الوقت والمكان المناسبين للتحدث عن الظروف لأننا تكلمنا عنها في وقت سابق. على كل حال نأمل في تقديم منافسة جيدة. حقيقة نحن بحاجة إلى جماهيرنا، نعلم أهميتهم عندما يكونون هنا. لقد شاهدنا بعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم على متن الطائرات القادمة إلى كوت ديفوار. نحن سعداء جدا بذلك، ونحن جد متحمسون لمواجهة الغد. إذا كانت هذه تصريحات المدرب الجزائري جمال بالماضي والقائد رياض محرز. المنتخب خلاص يعني تقريبا دخل في الدورة. عز الدين، انت تعرف أجواء المنتخب، كنت بطل إفريقيا في مصر، لما يجي المنتخب يعني المدرب ندوة صحفية يعني تقريبا دخل في أجواء المباراة. خلاص أكيد، هو لما توضع أقدامك يعني في البلد المنظم خلاص انت راك في أول مباراة، وزيد على ذلك تصريح المدرب والقائد هنا يعطيك انه مؤشرات انه بعد سويعات فقط تبدا المباراه. تحضير جيد، كان تصريح يعني عنده ثقه، يعني اعطى ثقه للشعب الجزائري، اعطى ثقه ايضا للاعبين انه اول مباراه ما لازمش تكون مثل نكسه الكاميرون، فباذن الله يكون الفوز حليف المنتخب في اول مباراه. لو نتحدث عز الدين عن التفاصيل الفنيه للمنتخب، هناك ترقب كبير بخصوص بعض المناصب التي لم يفصل فيها جمال بالماضي. في رايك ما هي معالم التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها؟ شاهدنا في المباريات الودية أمام بوروندي وطوغو أجرى 3 تغييرات، ربما هي المناصب التي لم يحسم فيها بعد جمال بالماضي. ما نوافقكش الرأي، لأنه التشكيلة الأساسية كما سبق وقلت أنه في ذهن المدرب أكيد المباراتين الوديتين فقط باش يوقف على إمكانيات اللاعبين وجاهزيتهم بدنيا وفنيا. فبالنسبه لي انه واضع التشكيل الاساسيه 100% في راسه في ذهنه. يعني المباريات ما تغيرلوش رايه؟ ما تغيرلوش، فقط ممكن تغيير الخطه اللي يتمنى الشعب الجزائري دائما يتكلم انه نلعب نفس الخطه وكذا. ممكن تغيير الخطه صحيح 4-3-3 في يعني مستقر، حتى في مواجهه طوغو وبولندي يلعب بنفس الخطه. اكيد احنا نتمنى فقط يكون يبدا ب3-3، لكن اذا كانت المأموريه صعبه وشفنا المباراه لازم تغيير، يكون في اطوار المباراه تغير من التكتيك اللي تلعب به، حتى ممكن الخصم باش ما يقرالكش خطه اللعب اللي راح تبدا بها المباراه ولا راح تنهي بها المباراه. عز الدين، غياب عموره في هذه المباراه بداعي العقوبه، هل تتصور بانه راح يكون عامل سلبي مؤثر على التشكيله الوطنيه، خاصه انه هداف المنتخب في التصفيات واللاعب يعني الاكثر نقولوا فعاليه في الخط الامامي؟ والله الخير فيما اختاره الله. اظن انه غيابه ما نقولكش راح يكون مؤثر، لانه ايضا في منصبه فيه لاعبين ممتازين اللي يقدروا يعطوا اضافه مع الغراب الليلي وكذا. فان شاء الله يعني تخلص العقوبه هذه ويرجع للمنصب تاعو. اول مباراه كانت تهمنا بالنسبه لنا يكون يعني حاضر، لكن حتى اللاعبين اللي يخلفوه يكونوا عندهم امكانيات. بس ندخل في اجواء المباراه. عز الدين الى بواكي مع موفد قناه الجزائر الدوليه ياسين قالم. ياسين، أنت كنت حاضرا في الندوة الصحفية لجمال بالماضي ورياض محرز، التفاؤل يسود ربما بيت الخضر قبل مواجهة أنغولا. ياسين،
نعم، أهلا بك خالد، أهلا بمشاهدي قناة الجزائر الدولية. التفاؤل هو عنوان الحصة أو العنوان المؤتمر الصحفي كما تابعتم وتابع كل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن جمال بالماضي كان قد تحدث عن اختلاف الظروف التي أحاطت بالمنتخب الجزائري في الكاميرون والظروف التي وفرتها الاتحادية الجزائرية هنا للمنتخب الوطني بأبواكه الكل، يعني هنا مرتاح وجاهز من أجل بداية الكان ومواجهة المنتخب الأنغولي غدا في حدود الساعة 9 بالمنتخب الجزائري. مواجهة قال أنها على الورق لصالح المنتخب الجزائري، إلا أن دفاع المنتخب الأنغولي دفاع القوي قال أنه يجعل مهمة المنتخب الجزائري ربما صعبة، لكن المباراة قال أنها ستلعب على أرضية الميدان وأنه سيحاول تحقيق الفوز فيها حتى تكون الطريق ممهدة إن شاء الله للتأهل للدور الثاني. ياسين، ماذا عن حضور الجماهير؟ نعم، حضور الجماهير خارج الملعب في هذه الأثناء حوالي 100 مناصر قدموا ليلة أمس هنا إلى مدينة بواكي وإلى مدينة سلام. تحدث كل من رياض محرز وكذا الناخب الجزائري جمال بالماضي عن الأنصار، وقال أنهم بحاجة إلى هذا اللاعب رقم 12. من جانب من الأنصار هنا أكدوا على تقديم الدعم اللازم للمنتخب الجزائري. الرايات الجزائرية هنا حاضرة بقوة رفقة الراية الفلسطينية، الراية الثانية للمشجع الجزائري واللاعب الجزائري الذي يعني ترافقه في كل مكان حل فيه. إذن المنتخب الجزائري بعد حوالي ساعتين من الآن سينشط أو سيقوم بحصة تدريبية هي الأخيرة قبل المواجهة. ستكون الحصة أو ستتخللها منطقة مختلطة لاعبي المنتخب الجزائري مع حضور 3 أو 4 لاعبين إن شاء الله، وحضور أيضا لبعض المشجعين الذين قدموا هنا إلى مدينة بواكي. ياسين قال موفد قناة الجزائر الدولية إلى بواكي بكوت ديفوار، شكرا على كل هذه المعلومات. إذا جمال بالماضي رياض محرز تحدث عن الدعم الجماهيري وعن أفضلية المنتخب على الورق على حساب المنتخب الإيفواري. أكيد الأفضلية على الورق، ويعني حتى الجماهير الجزائرية يعني تعطي دعم وحافز معنوي للاعبين قبل المباريات. شفنا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم بعد الكوت ديفوار أكيد ما راحش يكون يعني الجماهير نفسها اللي كانت في مصر، هذا مؤكد. لكن في مصر تقريبا لعبتوا في الجزائر لكن على العموم أظن اللاعبين كلهم يعرفوا كل صغير وكبير على ما يجرى هنا في الجزائر، على انتظار الأنصار من المنتخب ظهور بوجه مشرف، ولما لا العودة بالتاج الإفريقي. فاللاعبين من هذا الجانب مرتاحين، وشكرا للأنصار اللي تنقلوا. أكيد في أنصار أكيد هناك أيضا جالية جزائرية راح يجوا أنصار آخرين للكوت ديفوار لمساندة المنتخب في باقي المباريات. أزدين، ماذا عن ضغط المباراة الأولى؟ المنتخب الجزائري في المباريات الأولى تصور أنه منذ 1990 إلى غاية الدورة الحالية فاز فقط في 3 مناسبات، في 90 لما توجنا، في 2019 لما توجنا أيضا باللقب الثاني، وفي 2015 بصعوبة كبيرة على حساب منتخب جنوب إفريقيا. هل يوجد هذا الضغط في ذهن اللاعبين وأنت تعرف جيدا هذا الأمر؟ مثلا مباراة كينيا في 2019 هل سمح لكم فيها الفوز أنكم خلاص تدخلوا في المنافسة يتحرر الجميع؟ والله نتكلم لك على نقصة الكاميرون، ممكن كان صفعة قوية ودرس ناخذوه عبرة للمباراة هذه، لأنه كانت عندنا سلسلة نتائج إيجابية تقريبا 35 مباراة ما خسرناش، خسرنا المباراة هذيك. اليوم اللاعبين نفسهم اللي لعبوا في 2000 تقريبا في الكاميرون نفس اللاعبين يعني عندهم ذكريات انه في المباراة الأولى اللي أقصينا وكذا. فأكيد هذه المباراة فعلا الدخول بقوة قد يسمح للمنتخب انه يروح بعيد في هذه المباراة. أكيد أنا قلت لك دائما المباراة الأولى مهمة جدا في دور المجموعات، تعطيك خطوة كبيرة للتأهل للدور الثاني. طيب ماذا عن التشكيلة الأساسية المتوقعة بالنسبة لك عزدين توقع؟ لأنه الجماهير حتى لما نشوفهم في الشارع في مواقع التواصل الاجتماعي هناك ترقب كبير. خلوها مفاجأة، نكشفوا أوراقنا للفريق الخصم. لا يعني توقع، لا ما نكشفوش، لا الأوراق واضحة عزدين يعني. والله واضحة، أظن أنه في حرس المرمى راح يكون ماندريا، خط الدفاع واضح، خط الدفاع واضح يعني. في وسط الميدان ممكن فقط نتكلم لك على منصب عمورة، ممكن يشارك بالليلي كأساسي،
نظرا للمباراة اللي خاضها الأخيرة. عموره ما يقدرش يكون قلب هجوم مثلا عز الدين دوخة في المباراة؟ ما نظنش يكون قلب هجوم، قصر القامة في افريقيا تلعب مع مدافعين طوال صعب جدا ان ياخذوا الكرة العالية، فخلاص قلب الهجوم عندنا سليماني، عندنا بونجاح. ولو انه سليماني ناقص منافسة عز الدين، لم يلعب منذ مباراة شوف نقص الفريق تاعو نزل الى القسم الثاني. احيانا شوف في لاعب نقص منافسة، لكن لما تكون عنده ثقة كهداف افضل هداف في المنتخب يعني يلعب لك اي مباراة بدون عقدة بدون اي شيء. اكيد، وانت تعرف جيدا امكانيات زميلك. اكيد. ماذا عن خط الوسط عز الدين دوخة؟ خط الوسط بالامس مدان وعمور تحدثوا عن عوار، قلت لهم انه ممكن جدا انه ما يكونش اساسي. مستحيل، ما نظنش يكون اساسي، راح يكون بن ناصر، ممكن بن طالب. اللاعب الثالث محل جرب في المباراة الأولى فيغولي، جرب أيضا فارس شايبي. ممكن والله ممكن يعتمد على فيغولي، ممكن يعتمد عامل على الخبرة يكون حاسم. عامل الخبرة يكون حاسم. ماذا عن النتيجة عز الدين دوخة؟ الفريق الوطني أكيد الفوز 2-0 و 3-0 إن شاء الله. التفاؤل يسود بإذن الله في الأوساط الجزائرية بالنسبة لمحلل قناة الجزائر الدولية عز الدين دوخة، وهذا ما نتمنى طبعا، الفوز ولو بنصف هدف. المهم هو الفوز والانطلاقة بقوة في هذه المنافسة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامج نبض الكان. محلل قناة الجزائر الدولية الحارس السابق للخضر عز الدين دوخة، شكرا على كل ما قدمته في هذا العدد. شكرا جزيلا، إلى الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الأفاضل، نهاية هذا العدد، شكرا لكم. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.